والاهتمام بها والاهتمام بالإنسان، خصوصا في المجال التعليمي والمجال الصحي. هذه أشياء يعني تحمد لتونس ولسيادة الرئيس علي زين العابدين. بن علي بعد 4 أسابيع يقول فهمتكم يا غبي، ما فهمتش الا بعد 4 أسابيع، وبعد ان سقط العشرات والمئات جيت فهمت. انا افتي الضباط والجنود الذين يستطيعون ان يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم ان يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. قابلنا الرئيس بشار الاسد بصدر رحب وقلب مفتوح وعقل متفتح، وتباحثنا معه في قضايا الامه، وبقينا معه ما يقرب من الساعتين يعني، ونحن كأننا نتحدث في أسرة. فأود أن أحيي دمشق وأحيي سوريا وأحيي أهل سوريا جميعا رئيسا وحكومة. انتهى دورك يا بشار، لم يعد لك مكان. ارجع إلى عيادتك الطبية، يفتح لك عيادة طبيب عيون، عالج عيون الناس أفضل لك. قاد لبنان حربا كان بحمد الله هو المنتصر فيها، المنتصر على ما يسمى القوة التي لا تقهر والشوكة التي لا تكسر، ولكن هذه الشوكة كسرت وهذه القوة قهرت أمام أبناء لبنان. أنا أقول أمام أبناء لبنان، وأنا أقصد حزب الله وأقصد من أيد حزب الله. هؤلاء الرجال من لبنان اسمهم حزب الله، تصوروا، حزب الله، وهم حزب الطاغوت، حزب الشيطان.